اللانشون البيتي مش مكلف ولا اي حاجة خالص خالص، يعني بطعم جميل وتحفة وهيعجبك ويعجب ولادك، وكمان من غير لحمة ولا فراخ ومن غير جبنة نستون. ايه ده من غير جبنة؟ هنشوف بديل الجبنة النستون هنعمل ايه مع اللانشون بتاعنا. وب3 بيضات بس هتعملي كمية حلوة خالص خالص. طبعا حبايبي اللي لسه مشتركوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. النهارده الفيديو بتاعنا بقى لانشون، مش لانشون فراخ ولا لانشون لحمه، لانشون ساده بس بمكونات جميله جدا ومغذيه. عندي طبعا 3 بيضات. ايه ده 3 بيضات بس؟ ايوه عشان الناس ما تعملش المقدار الكبير اللي مكلف. طبعا البيضه دلوقتي بمبلغ يعني ممكن 7 جنيه البيضه. 3 بيضات. وعندي هنا قطعه جبنه قريش، ده بديل الجبنه النستون. طبعا الناس اللي غالي عليهم الجبنه النستون قطعه جبنه قريش. طبعا يعني اكتر من ربع كوبايه من الزيت. عندي هنا معلقتين كبار نشا على معلقتين كبار دقيق. وهنا طبعا التوابل بتاعتي بابريكا، وهنا فلفل اسود وملح، والحبهان البودر. ادي الحبهان البودر ده طبعا بيضفي له ريحه كده جميله جدا، طبعا من غير استخدام اي مواد حافظه او اي الوان. عندي كمان هسويه في ايه؟ هسويه في علبه السمنه. شايفين علبه السمنه دي؟ هسويه في ايه ده؟ ازاي علبه السمنه كمان؟ والمفاجاه عندي كوبايه كده الومنيوم اليد بتاعتها اتكسرت، فهعيد تدويرها بقى ان انا استخدم فيها ان انا اعمل فيها اللانشون. طبعا هحط كيس من جوه وتبقى في الكوبايه الالومنيوم، وعامله حوالي نص علبه السمنه دي ميه، واخليها تغلي على البوتاجاز بحيث ان هي توصل للايه، للمستوى الكوبايه بتاعتي. هبدا بقى حبايبي ان انا احط كل المكونات دي في الكاس بتاع الخلاط بتاعي واضربهم ضرب مبرح كويس مع بعض وارجع لكم. ادي الخليط كده تمام، بس هنزل كده اللي على الحواف يعني شويه الدقيق او النشا. النشا طبعا بتخلي العجينه بتاع اللانشون بتبقى ناعمه جدا. هبدا بقى انزل الخليط ده في الكيس في الكوبايه بتاعتي. ادي اللانشون بتاعي في الكيس. هبدا بقى ان انا اطلع الهواء من الكيس كده بالشكل ده، يعني هحاول ان انا اربطه من فوق كده بحيث ان هو هيتمدد. طبعا حطيت له ربع معلقه كده من البيكنج باودر عشان تبقى ماده رافعه حلوه معايا اهو. هبدا ان انا اقفل من هنا. بعد ما عملت بالشكل ده كده هجيب طبق على قد الكوبايه، طبق استانلس، هحطه بالشكل ده بحيث ان هو يبقى مقفول كده، واحطه في علبه السمنه على البوتاجاز واغطيها برده بغطا تاني. ادي بيه الشكل ده. هبدا ان انا اغطيه كده، اغطي علبه السمنه بغطا واهدي البوتاجاز خالص يستوي، يعني في حدود ساعه الا ربع كده، وبعد كده اطفي عليه وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما اللانشون بتاعنا استوى. اللهم بارك على رأي ميرسيان جميل جدا وريحته تحفه، يعني شايفين مستوي وجميل. ده اللي طبعا كان في الكيس من فوق. هبدا ان انا اقطعه ونشوفه مع بعض. وادي شكل اللانشون بتاعنا جميل، وشايفين يعني حلو خالص ومرن معانا. الى جانب ريحته طبعا انا ما حطيتش فلفل اسود صحيح، لان ولادي لما بيجي تحت اسنانهم طبعا هو حر شويه فما بيحبوش. على حسب الرغبه، عايزه تحطي حطي مفيش مشاكل، مش عايزه تحطي خلاص. وادي اللانشون بتاعنا. اتمنى تعجبكم الطريقه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. مع السلامه.